في مطبخ مرابح الذوق عنوان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سور في الليمون، معكم أم رابح. قبل ما نبدا نصليو على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، راح ندير معكم موسكوتشو ولا كيكة. أنا درت كاس تاع السكر، درت قشور تاع تشينا، عندي 3 بيضات، 3 حبات بيض، عندي كاس عصير تاع تشينا، عندي كاس زيت، عندي 2 ساشيات تاع لا ليفيغ شيميك. ندير 1.5 برك نسبق في هاد البيض هذا، نديرو هكذا مع السكر، ونزيد هذا العصير تاع التشينا باش يذوب هاد السكر. ومن بعد الزيت هذا خليه حتى نخلط كاع هاد المقادير الاولين ولا ليفيغ شيميك هذا نديرهم بعد مع الفارينه، ونرجع ان شاء الله. بعد ما خلطنا المقادير هذو الاولين اعزائي المشاهدين، دوك راني جبت الفارينه هاي اللي درتها غربلتها حطيتها في الطبسين. دوك نديرو الزيت لهنايا مع البيض هذا، نديرو بالعقل هكذا، نخلطو بالعقل. نكمل ندير هذا الزيت بالعقل. نبدا ندير الفارينه اعزائي المشاهدين بشويه بشويه. يعني درت هذوك باكي ونص تاع لا ليفيغ شيميك درتو مع الفارينه هونيك، ندير بشويه بشويه هكذا. عندي هنايا قيس زوج كيسان، الا خصوني نزيد نعمر. نكمل نخلطها كاع يديك ونرجع لكم اعزائي المشاهدين. هو نتاع كيكه تاعنا اعزائي المشاهدين كيفاش جاي، ماشي ثقيله بزاف، ماشي مليحه. راني درت كوشات سخون قبل ما نديرو هاد الكيكه هذه، لازم نديرو كوشات سخون. راني وجدت هاد البلا هذه، درت فيها شويه زبده شويه فارينه، درت لها فارينه. دوك نفرغ الكيكه تاعنا لهنايا ونديروها طيب ان شاء الله. درتها في هاد البلا، دوك اعزائي المشاهدين ندخلها طيب ونرجع لكم ان شاء الله كي توجد. نديرو لها العصير تاع التشينا، نخليها تشرب كاع هاد المعجون هذا ونقطعها. اعزائي المشاهدين موسكوتشو تاعنا اللي درناه بالتشينا خرج هايل. انا حطيت المرصوات باش نصورهم باش نوريه لكم، بس حتى مازالها سخونه، مازال ما قطعتهاش كاع. المرصوات باش نصورهم معكم. هاي كيفاش خرجت ما شاء الله، خرجت خفيفه، درناها بالتشينا. راني صورت مع مرصوات تاع التشينا، طيبناها كذا، طيبناها درنا لها تشينا. نرجعوا هذا الفيديو اعزائي المشاهدين، عطونا رايكم وش هي طيبه، وبقاو على خير. من قلب الدار نبدع الألوان. أهلا بكم هنا سر الطهي كان.